السلام عليكم أخوتي، أهلا وسهلا بكم. دائما سنتكلم في موضوع الخسارة المهينة ديال المنتخب المغربي أمام السنغال. كلنا شلنا الفوضى، كلنا شلنا يعني ناس ماشي في المستوى. حتى المدرب ديال السنغال يعني كان إنسانا غير حضاري، كان إنسان يعني متشاحن، وهو اللي أمر اللاعبين ديالو باش يخرجوا من المقابلة. أما الحكم فكان يعني في غاية التذمر وفي غاية الذل وفي غاية يعني الغباء. فرقة خرجت، انسحبت، صفر وعطي الكاس للمغرب. لاش باقي كتسنى نتايا؟ يعني خرجوا من التيران، يعني ودازت مع شحال من دقيقة، يعني صفر وعلن على نهاية المقابلة. وعلاش نتايا في الاول ما صفرتيش على ضربة الجزاء؟ نقدروا نقولوا ما بانتش لك، ياك؟ يوم اللي ما بانتش ليك ومشيتي للفار، علاش ما كنتيش صارم في الاحكام ديالك؟ واي واحد يعني جا قدامك كنت تعطيه الورقه الصفراء، ولا ما قدرتش الورقه الصفراء اعطيه الحمراء، لانك حكم وانت اللي كدير المقابله. اذا لحد هنا خوتي غادي نرجع للهضره ديال القجع. راه افريقيا خاصها حكام اوروبيين، لحقاش حنايا الافارقه ما باغينش التغيير، وما باغينش نكونوا متقدمين ومتحضرين. يعني الناس كيغلب عليهم قانون الغاب، القانون يعني البربري. شنو وقع في الملعب؟ وشتو هذوك السنغاليين كيفاش دخلوا ولاو كيدخلوا يعني كيتضاربوا مع الشرطه، ولاو داخلين حتى المربع اللي كيلعبوا فيه، اللي كتلعب فيه السنغال مع المغرب. يعني واحد الحاله. فهاد المسائل خاصها تخاض بعين الاعتبار. انا ما عرفتش علاش الفيفا ساكته، وعلاش لجنه الحكام ساكته، وعلاش الكاف ساكته. هاد المسائل خاصها تحيد. علاش المغرب قدم احسن صوره واحسن تنظيم، وفي التالي كيوقع عليه التنمر والكولاسه وكذا، ولصقوا فيه جميع الانواع ديال الخبط كيلصقوه في المغرب. المغرب دار شي حاجه زوينه، ولكن كيف قلت لكم ونعاودها لكم، افريقيا ما باغاش تقدم، وما باغاش يعني تجدد راسها، وما باغاش تكون يعني في المصاف ديال الدول المتقدمه في كره. تصريح خطير من رئيس لجنة الحكام في الفيفا كولينا يفضح حكم مباراة المغرب والسنغال الحالات التحكيمية لمباراة المغرب مع السنغال في نهائي كأس إفريقيا. المباراة أدارها الحكم الكونغولي جان جاك ندالا. كابتن توفيق السيد خبيرنا التحكيم. توفيق راضي عن الحكم بأمانة. عايز اقول ان انا قلت رأيي، واخيرا ظهرت الحقيقة، واخيرا جه بيان الفيفا اللي هيرد على كل كذاب وكل منافق وكل افاق من امبارح عمال بيتكلم عن المغرب، ومن امبارح كمان فرحان ان كاس افريقيا راحت للسنغال. بيجي بيان الفيفا النهارده عشان يرد على الكل بالاجماع. مبروك يا اهل المغرب. ده مش بس بيان الفيفا اللي بيرد على كل افاق ومنافق وكذاب بالاجماع، وهتسمعوا بودنك دلوقتي بالصوت وبالصورة. لا، ده اكبر خبير تحكيمي في الفيفا كمان بيقول قراراته، وبيقول بالاجماع اللي حصل، وبيبين واحدة واحدة النقط وبالقانون. عايزين تتكلموا في ايه تاني؟ تتكلموا في الهيجان والنفاق والغل والجهل؟ لا، ده رد عليكم وببنود القانون. بإذن الله بنود القانون دي لما تتاخد وتحطها على بعضها وتسمع بيان الفيفا النهاردة هتعرف انا قصدي ايه بمبروك يا اهل المغرب. بس تعالوا نسمع
مع بعض ونعرف، عشان اللي طلعوا احتفلوا وطلعوا هللوا واللي طلعوا اتكلموا. وهسمعك القرارات اللي اتخذت مع حكم المباراة. حكم المباراة اللي انا شايفه انه دوره ما يقلش عن اي دور منافق ومتآمر وكذاب على اهل المغرب اللي هم احق بالبطولة وكاس افريقيا 2025 مغربية. ما هو في اتجاهين بنمشي بيهم، اتجاه ان احنا نوضح الحقيقة ونبين للناس، والاتجاه اللي ماشي فيه الجنرال فوزي الأقجع رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم. وهتشوف القرارات اللي اتخذت. فهذا الحكم اللي انا بقول لك حكم ملوش شخصية، حكم من غير شخصية، حكم منافق، حكم كذاب، حكم مرتشي. وهتتفرج بالصوت والصورة على اللي حصل، وهتتفرج بالصوت والصورة على بيان الفيفا اللي ريحنا كلنا، ريح كل محب المغرب حول العالم. بس حابب اقول حاجة، دورك مش اقل من دور فوزي الأقجع، ولا اقل من دور في تبيين الحقيقة، ولا اقل من دور اي حد، لان الساكت عن الحق شيطان اخرس، واحنا الحمد لله ما فيناش شياطين. عايز الفيديو ده يوصل لكل الناس، كلمة الحق توصل لكل الناس عشان يعرفوا الظلم كان فين. يلا بينا تعالوا نتفرج على بيان فيفا وخبير التحكيم واقول لكم على الخطوات اللي حصلت كلها. مباراة أدارها الحكم الكونغولي جان جاك ندالا، وكان على تقنية الفار الحكم الجابوني بيير أتشو. أختصر الحالات. في الدقيقة 98 ركنية تنفذ الركنية لصالح المغرب. المدافع السنغالي يمسك المهاجم المغربي من الرقبة ويسقطه أرضا. الحكم لا يحتسب شيء، يتم استدعائه من قبل حكم الفار، وبمراجعة الحالة يعود الحكم إلى الملعب ويحتسب ركلة جزاء صحيحة لصالح المغرب. اللعبه فيها ركله جزاء، خلينا نبقى صريح. صح. ركله جزاء صحيحه المفروض، لكن ركله الجزاء صحيحه 100%. So I repeat, it's not that dramatic change as could have been. تصريح خطير من رئيس لجنة الحكام في الفيفا كولينا يفضح حكم مباراة المغرب والسنغال في نهائي كأس الأمم الإفريقية بعد عدم احتساب ركلة جزاء صحيحة للمغرب. الحكم العالمي الشهير كولينا يطلع ويتكلم بشكل مباشر وواضح ويأكد إن اللي حصل في نهائي المغرب والسنغال ركلة جزاء صحيحة 100% للمغرب، وإن تجاهل الحكم للعبة دي خطأ جسيم لا يقبل الجدل ولا التأويل ولا التبرير، لأن الكلام هنا مش جاي من مشجع ولا من إعلامي متعصب ولا من جمهور زعلان، ده جاي من أعلى سلطة تحكيمية في العالم. كولينا قال إن المدافع استخدم جسمه ودراعه بشكل واضح لعرقلة المهاجم المغربي داخل منطقة الجزاء، وإن الإعاقة كانت مؤثرة ومنعت اللاعب من استكمال اللعب بشكل طبيعي، وده تعريف ركلة الجزاء في قانون اللعبة بالحرف الواحد من غير فلسفة ولا اجتهاد. ومع ذلك الحكم تجاهل اللقطة وكمل المباراة كأن مفيش حاجة حصلت، ودي هنا الكارثة الحقيقية. الكارثة مش بس في قرار الحكم، الكارثة الأكبر في إن تقنية الفيديو كانت موجودة شايفين المنظر؟ شايفين الهمجية؟ شايفين قلة الأدب؟ الجماهير السنغالية والجاميرات جايباها وهي بتكسر في استاد الرباط ونازله بكل همجيه وبتضرب الامن المغربي، ولكن الرد جاء اسرع مما كنت اتوقع. وقرارات الجامعه الملكيه المغربيه لكره القدم سواء باللي حصل من ظلم تحكيمي فاضح، وهقول لك القرارات بالورقه والقلم ومن الكنترول قبل اي حد، القرارات اللي اتخذت سواء بالظلم التحكيمي والفضايح اللي كانت في المباراه من حكم المباراه وعدم احتساب السنغال منسحبه، وده كان المفروض يتخذ بيه، واللي حصل للجماهير اللي عملت كده وتطاولت على استاد. طبعا الدلع وحش، ما هم عمرهم ما شافوا في حياتهم ملاعب بهذا الجمال في السنغال، ملاعب في اوروبا.
فاللاعب الافريقي او الجماهير الافريقيه من السنغال، مع احترامي للكل، اللي عمرهم ما شافوا في بلادهم هذا المستوى الاوروبي، لما يجي يشوف هذا المستوى بالتاكيد لازم يكسر ويخرب ويعمل اللي هو عمله ده. ولكن قرارات رادعه من الجامعه الملكيه لكره القدم. وخد بالك احنا ما بنركبش الموجه، واحنا اصحاب حق. والمباراه دي باذن الله ومن مصادر شبه موثوقه هتتعاد وهقول لك ليه، وهقول لك عقاب الجماهير دي هيكون ايه، والاخبار اللي جايه لنا سواء من الصحفيين المختصين بالشأن المغربي واللي قال لك كل حاجه. النهارده هناك اتجاه قوي جدا داخل الجامعه الملكيه المغربيه لكره القدم بتقديم احتجاج كامل واخذ قرار بعدم استضافه اي بطولات افريقيه او اي مسابقات وتنظيمات للاتحاد الافريقي مره اخرى على ارض المغرب. وانا مع القرار ده، والقرار ده هز الاتحاد الافريقي من جوه الاتحاد الافريقي، والناس بدات تحسب حساباتها، لانه لولا المغرب لا يوجد افريقيا ولا اتحاد افريقي. وسيبك بقى من اي كلام. اما اللي حصل في المباراه النهارده، المنتخب السنغالي منتخب منسحب. هل في حد عنده كلام او رأي تاني؟ لا. ولكن الحكم لم يطبق القانون. ده مش بس لم يطبق القانون، ده صمم حرض على الانسحاب، وهو المدير الفني وحارس المرمى والاتحاد السنغالي نفسه بلا عقاب. وعقابه انه كان لازم ياخد طرد. وبما ان لاعب كان مشارك وكان لازم ياخد طرد، يبقى المباراة دي لازم تتعاد. ثانيا، انت النهارده دخلت لعبت ضربة الجزاء بعد ايه؟ بعد ما اثرت على لاعب زي ابراهيم دياز وقعدت تتنطط قدامه، واثرت على نفسية اللاعبين المغاربة. حتى لما جينا ساعة ضربة الجزاء الحكم راح يدي لادوارد مندي انذار، هذا يستاهل الطرد. اللاعب ده يستاهل انه يطرد، مش يستاهل كده. النهارده كنت المفروض بآراء كل الخبراء التحكيميين تعتبر السنغال منسحبة والمغرب هي البطل الحقيقي. ولكن قرار الجامعة الملكية هو قرار صائب، وفي الساعات اللي جاية هتسمع أخبار تريحك. عارف ليه؟ مش عشان إحنا دعاة نفاق ولا دعاة كذب، إحنا دعاة حق. لو في حد من شعب المغرب شايف إن إحنا ما معناش الحق يقول لي، لكن الساكت عن الحق شيطان أخرس. واحنا ما فيناش الحمد لله ما فيناش شياطين، كلنا مؤمنين بالله. عشان كده عايزك توصل كلمة الحق للدنيا كلها، وتوصل الفيديو ده للدنيا كلها عشان الناس تعرف مين هم اصحاب الحق. تعالى نتفرج على اللي عملته الجماهير السنغالية من تكسير في ملعب عمرهم ما شافوا زيه. ما انا بقول لك ملاعب اوروبية، ملاعب المغرب. شوفوا المسطرة، شوف حارس امير، شوف مصور الجو، شوف شو يصور الجو هذا. إذا كنتوا فاكريننا إن إحنا هنسكت تبقوا غلطانين. إذا كنتوا فاكرين الإرهاب المعنوي لينا وولاد المغرب هيسكتنا تبقوا غلطانين. إذا كنتوا فاكرين إن نغمة أصل المغرب خدت ضربة جزاء بالظلم ومنتخب السنغال اتلغى له هدف بالظلم عشان البطولة كانت موجهة للمغرب واحنا هنسكت تبقوا غلطانين. احنا واخدين على كده وواخدين. واخيرا اخواني اخواتي، ما فيها باس نسمعوا لهذه النصيحه. هذه النصيحه انا بغيت نقدمها لكم وعجباتني هذه النصيحه هذه باش نسمعوها جميعا. نصيحه للقائمين على الكره المغربيه: لا عاد تستضيفوا كأس أفريقيا في أرضكم، لأن لا الفرق الأفريقية ولا الفرق العربية الأفريقية تستحق هذا الكرم.
وتستحق هذا التنظيم، وانتم منتخب كبير ومنتخب رائع وعملت اللي عليكم، وسيناريو المباراة هو يلي أطاح بالمنتخب المغربي. السنغال ضغط نفسيا، ومن أول المباراة نحن ما بنقول إنه أداؤه ما كان جيد، لكن الجزاء مستحقة والجزاء صحيحة. وأساسا الحكم إذا هن عم يطالبوا بالهدف ما بيصير يرجع للفار طالما هو صفر على الفول. سجل اللاعب بعد صافرة الحكم، وكان في خطأ على حكيمي. اثنين ضغطوا على المنتخب المغربي نفسيا. المغرب طلع بالأشواط أوف، وأيضا قدم أداء كبير. ما عندكم حظ، ما في زهر للمنتخب المغربي. وأعداء النجاح مع الأسف كتار، ولكن أنا شايف بشكل مفاجئ ومفجع ومخزي. برافو المغرب، معلش انتو أبطال بعيون كل حدا شريف وبيفهم كرة قدم. المغرب قادر بكأس العالم يقدم أداء رائع، وقادر انه يلعب مباريات ودية مع كبار القارة الأوروبية اللي بتفهم فوتبول ومحترمين، وقادر يستضيف كأس العالم إن شاء الله بيعمل نتائج. وفي 2026 قادر المغرب انه يعمل نتائج. ورسالة للجماهير المغربية: عمرك ما تشجع منتخب إذا منتخبك عم يلعب بالبطولة نفسها. أخوتي ما تنسوش التابون وجهكم جديد، وشكرا لكم جميعا.